صباحكم خيرات حسان، أو صباحكم عزة فلسطين وأهلها وكل ولادها وستاتها. صباح الناس المرابطة في أرض الرباط في غزة. أظن كلنا كنا عايشين امبارح وقت مفيش أصعب منه، وقت غزة اتعزلت عن العالم كله، لكن ما اتعزلتش عن اللي بينها وبين ربنا. حقيقي انا بقالي كتير قوي ما عملتش لايف. الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة بالنسبة لي، وممكن تكون بالنسبة لناس كتيرة قوي. الدنيا اللي احنا كنا فيها او الاحداث والصور والفيديوهات اللي كنا بنشوفها. بس انا طالعة النهاردة عشان اقول 3 حاجات. ال3 حاجات دول اتمنى ان هي تكون يعني ممكن تطبطب على قلب حد. اتمنى ده. اولا عايزه اقول انه اكتر مره كنت بتمنى انه حقيقي يكون عندي فولورز كتير على الاكونت بتاعتي على السوشيال ميديا هي الفتره اللي احنا فيها دي. ليه؟ كنت حابه انه ناس كتير تشوف وناس كتير تعرف، سواء من جوه البلاد العربيه او من بره البلاد العربيه. سبحان الله، بجد بحس انه الناس اللي كان عندها ناس على الاكونت بتاعها كتير قوي اثروا بشكل كبير جدا في ناس كتيره قوي. بس ان شاء الله اللي جاي احسن. عايزه اقول انه امبارح كان ناس كتير قوي بتتكلم على انه بيحصل اباده جماعيه لاهل غزه. يقيني بالله واللي انا شايفاه من الناس دي بجد، اللي انا شايفاه من وقوف وصمود وعزه وشموخ وايمان، حاجه كده تخلينا احنا اللي نثبت مش هما. يعني احنا كانوا هما بيقولوا لنا احنا ثبتوا، مش احنا اللي بنقول لهم ثبتوا. بجد حاجه كده. يعني انا لما بشوف الناس دي بقولهم يا بختهم، يا بختهم بجد، ويا رب يكون زيهم. يقيني انه عمره ما هيحصل اباده جماعيه للناس دي. ده اطفالها بقلوب رجال، ورجال صامدين سبحان الله. يعني بجد انا يقيني بربنا انه عمره ما هيحصل اباده لاهل غزه، لاهل فلسطين كلهم. ف يا ريت نبقى انا زيهم. دي رقم 1. رقم 2، عجبني قوي امبارح انه الشعوب العربية حسيتها كأنها ايد واحدة. بجد حسيتهم كلهم الشعوب العربية، الشعب، الناس اللي زينا اللي زيهم، اللي عايشين زينا في كل الدول العربية، في العراق، في تونس، في الجزائر، في اليمن، في كل حتة، في كل حتة، حتى اللي بره. بس انا بتكلم حتى عن الشعوب العربية، حسيتهم فعلا امبارح ايد واحدة. انا كنت فرحانة جدا وفخورة جدا ان الشعوب نفسها كده. تالت حاجة، انا شايفة على أرض الواقع الفترة دي وعايشة قوي بصورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ليه بقول كده؟ لأنه النصر بتاع غزة نكاد نكون شايفينه يا جماعة، والفتح نكاد نكون على يقين بيه. بجد الجزء الأهم من ده كله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. على قد ما أنا مبسوطة قوي إن السوشيال ميديا هي نفس الأداة اللي احنا بنستعملها، أو اللي هم بإيديهم عملوها واحنا دلوقتي بنستعملها لنشر الدين الإسلامي. على قد ما انا مبسوطه ان في ناس كتيره قوي بدات تسال عن الاسلام وعن الايمان اللي اهل غزه موجودين فيه. واحده زي ميجن رايس تدخل وتقول انا هقرا القران، وتبقى مبهوره قوي وتدخل تعمل اكاونت عشان يقروا بس القران ويتدبروه، ودخل فيه الاف مؤلفه. فده بجد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. عايشاها قوي الآية دي، السورة دي الفترة دي. وفعلا بحمد ربنا. اللي في ايدينا هي الفيديوهات دي، اللي في ايدينا هو اللي احنا عملناه امبارح. نقف جنب بعض كشعوب عربية، نقف جنب بعض وندعي، نبات طول الليل بندعي لهم ونسجد وندعي ربنا، وهم ان شاء الله منصورين، ان شاء الله منصورين. كان معاكم نهى موسى. ان شاء الله هنطلع في لايفات تانية كتير. اعملوا شير، ويا ريت تعملوا فولو. فعلا هكون سعيدة ومبسوطة. اشوفكم على خير في غزة في فيديو
لغزة جديد.